خلينا نحكي بالمؤامرة. طيب وجود هالمؤامرة هل ينفي، يعني عندما يتحدث النظام عن مؤامرة يعطي الانطباع بأن سوريا تعيش في جنة عدن دون أن يعلم أن الشعب السوري، نحن في سوريا بحاجة ل50 سنة كي يكون عندنا برلمان مثل برلمان جيراننا في الأردن. بدنا 60 سنة يكون عندنا صحافي مثل صحافة جيراننا في الأردن. طبعا بدنا 9000 سنة مشان مثل تصير بين لبنان. الشعب السوري يقول نحن نريد أن نصبح بشر، نصبح مثل المصريين في عصر مبارك. يعني في عصر مبارك نحن بنا سوريا كما يقول المعارضة بنا 100 سنة كي نصبح مثل المصريين في عصر مبارك، يعني عصر مبارك. بنا 200 سنة ليصير عندنا صحافي مثل صحافة السودان. يا رجل هل لديك صحافة في سوريا؟ هل لديك حرية في سوريا؟ هل لديك اقتصاد؟ يا رجل البعض يقول ان الصحافة السورية يعني صالحة لشيء واحد، لمسح أرض المطابخ فقط والإعلام السوري. هل تستطيع أن ترد؟ يعني لماذا المؤامرة عندما يكون 7% من الشعب السوري يملكون 90% من الثروة، 90%، وبتقول لي مؤامرة؟ هذا خلط. وين خلط؟ هذا خلط كبير. اسمع لي قليلا. هذا خلط كبير بالأوراق. يعني